ما تبقاش زي بهاء سلطان. ليه ما ينفعش تبقى زي بهاء سلطان؟ المثل بيقول ايه؟ عدوك ابن كارك. لكن مع بهاء سلطان الوضع مختلف تماما. بهاء سلطان عدو نفسه، يعني انغام تشكر فيه، مصطفى كامل يشكر فيه، احمد سعد يخيروه ما بين عمرو دياب ولا محمد منير، يختار بهاء سلطان. الناس كلها بتحبه وبتدعمه، بس هو قصاد كل الحب ده بيقول لهم لا 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 يا جماعه، انا ما استاهلش الحب ده. يا حبيبي بنحبك، خد الحب بالهنا والشفا على قلبك، مالك؟ والله كتير يا جماعه، لا انا ما استاهلش بجد، مش انا، خدوا حبكم. استاذ بهاء من كتر ما ربنا مديله قبول في الدنيا، روتين شعره من غير روتين، شعره طيب زيه. ايه ده؟ انا شعرايه في راس استاذ بهاء؟ طب هطول وهنعم وهبقى قويه وهطرد القشره بره. راجل سالك فالدنيا بتسلك له. ليه بقى استاذ بهاء سلطان عدو نفسه؟ لان استاذ بهاء يشعر بعدم الاستحقاق. السؤال ده مش هتلاقي حد ساله في ارجاء الانترنت كله. عارف ليه؟ علشان كلنا مكسوفين نساله. ليه بهاء سلطان كده؟ بحث محتال؟ هو مين ده يا قليل الادب؟ متلازمة المحتال. اوكي، بهاء سلطان عنده متلازمة المبدعين، اسمها متلازمة المحتال. هو صوته حلو فشخ وبيغني كل الطبقات، شكله حلو فشخ وفيه قبول والناس بتحبه، حقق كل اركان معادله الفنان الناجح، ومع ذلك حاسس انه لا يستحق، حاسس انه بيحتال على الناس، حاسس انه اقل من كل الحب اللي واخده من الناس دي كلها، لانه شايف نفسه مش موهوب للدرجات دي. بهاء سلطان مش الوحيد اللي بيحس انه ما يستحقش كل اللي حققه. ميشيل اوباما بذات نفسها كان عندها نفس الاحساس اللي عند استاذ بهاء سلطان، لانها كانت محبوبه من الناس بشكل مش طبيعي. وعلى الرغم ان انتوا شايفيني طول الوقت بلوم الابهات والامهات، الا ان اللي في استاذ بهاء سلطان ده جسوت سببه بابا ومامته. ايوه، طفولته هي السبب. ببساطه بابا وماما بهاء سلطان عملوا حاجه من الاتنين، يا اما كانوا شايفينه احسن طفل في العالم وبيدوا له رسائل شبه كده طول الوقت: بهاء انت احلى طفل في الدنيا، بهاء انت اذكى طفل، بهاء انت دكتور العيله يا بوب. فبهاء يكبر ويبقى عليه ضغط انه لازم يبقى مثالي، ويبدا يفرج باباه ومامته على الانجازات اللي بيعملها في الحياه، انجازاته بس، ولو فشل زي ما كل البشر بتفشل بيكذب ويخبي عليهم. وده اول شعور بالاحتيال بيحسه. السبب التاني ان ممكن بابا وماما بهاء كانوا مسلطين الضوء على اخطائه بس، فطول الوقت هو حاسس بالتقصير مهما نجح ومهما وصل. هو دايما مستني الكومنت بتاعه: والنص درجه دي راحت في ايه يا بهاء؟ خدها المستر وهو مروح فيها يا شباب. نرجع بقى شويه لميشيل اوباما، واللي بجد محتاجينها تقعد مع استاذ بهاء في اقرب فرصه. قالت لمجموعه من البنات في جامعه امريكيه من 3 حروف هناك عندهم: ساقول لكن سرا، لقد جلست في الاجتماعات الخاصة بالسلطة، وزرت المنظمات الغير حكومية، وحضرت مؤتمرات القمة واجتماعات الأمم المتحدة. الأشخاص الذين قابلتهم في كل هذه الأماكن لم يكونوا فائق الذكاء، عادي. وده ببساطة هو علاج مشكلة أستاذ بهاء سلطان. يا أستاذ بهاء، هل أنت عارف إن أنت أستاذ بهاء سلطان؟ أصل محدش بيخترع الذرة. حضرتك لو خرجت عن المقام خالص، يعني حضرتك لو نشزت نشازك طرب.